بسم الله الرحمن الرحيم. آخر التطورات في محافظة درعا وريفها ليوم الثلاثاء 16/7/2013. بداية من درعا البلد، الطيران الحربي يقوم بشنغارة جوية على المدنيين العزل بالطائرات والقذائف على درعا البلد وحي طريق السد. نذهب إلى ريف درعا، ففي مدينة نوى اشتعال بعض المحاصيل الزراعية نتيجة القصف العشوائي على المدينة من قبل قوات الأسد، وتعيش المدينة حربا حقيقية، فهناك اشتباكات عنيفة جدا هنا وهناك. والجيش الحر يسجل أروع البطولات، حيث قام اليوم بتدمير 4 دبابات. الأولى دبابة في حاجز حرفوش بعد هجوم الجيش الحر عليه. الثانية دبابة تدمرت في حاجز أوزون بعد هجوم الجيش الحر عليه. الثالثة دبابة تدمرت أمام مخفر نواة ومفرزة الأمن السياسي. وبالإضافة قام الجيش الحر باقتحام حاجز الشبيبة بالكامل وتدمير عربية BMW تابعة لهم. ويقوم الجيش الحر بحصار معظم حواجز المدينة، وهي حاجز الساحة بجانب الجامع العمري، وحاجز مجمع الإمام النووي، وحاجز بناية جهاد الراضي، وحاجز جمعة أبو حسن للتفتيش، وشعبة التجنيد، ومفرزة الأمن السياسي والمخفر. وأما في مدينة جاسم يستهدف المدينة بقذائف قوات النظام. وفي الشيخ مسكين استشهاد محمد علي شباط أبو عمر 36 عام سقط نتيجة القصف المدفعي العنيف على المدينة. وفي بصرة الشام استشهاد البطل علي مقداد. هذه آخر التطورات في محافظة درعا وريفها ليوم الثلاثاء 16/7/2013. أبو أحمد الحوراني، مركز درعا الإعلامي، قناة دير الزور الفضائية.